السلام عليكم، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هنتعرف على اهم 4 حاجات تعملهم في الثانويه العامه. اول حاجه ما تهملش النوم. من اهم الحاجات اللي لازم تركز عليها في الفتره دي هي النوم. في ناس كتير هتقول انت بتكلمنا عن النوم واحنا اصلا محتاجين نوفر وقت عشان نذاكر اكتر. عندك حق، لكن احنا ما بناخدش بالنا من حاجه مهمه اللي هي التركيز. انت محتاج تركيز في الفتره دي كويس، فعشان توصل للتركيز ده محتاج تنام كويس. النصيحه الاهم ما تهملش النوم. تاني حاجة ابعد عن التليفون. من أكتر الحاجات اللي بتشتتك وقت المذاكرة هو التليفون، ابعد عنه بقدر الإمكان. أنا عارف إنه من أصعب الحاجات اللي ممكن تبعد عنها، لكن مش وقتها خالص. فحاول تبعد عنه بقدر الإمكان لأنك محتاج وقت وتركيز في الفترة دي كويس. تالت حاجة الأكل. ما تذاكرش خالص وأنت جعان أو عطشان، لأنها من الحاجات اللي بتسبب لك عدم التركيز أثناء المذاكرة. فحاول تبقى مجهز كل حاجة قبل ما تقعد على المكتب تذاكر، وأهمهم الأكل. وأنا أرجح الأكل يكون حاجة خفيفة زي الفواكه مثلا، فلازم تبقى مجهز كل حاجة وأكلك كمان جنبك. رابع حاجة لازم تعرف إن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، ولا هي اللي هتحدد مستقبلك. مش معنى إنك جبت مجموع قليل تبقى شخص فاشل، ولا إنك جبت مجموع عالي تبقى شخص ناجح. الثانوية العامة مرحلة من المراحل، قد يكون المجموع اللي أنت جبته أو اللي هتجيبه هو أفضل حاجة ممكن تحصل لك، فأنت اعمل اللي عليك وخليك متيقن إن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف. شكرا على المشاهدة، أتمنى تكونوا استفدتوا وتدعوا لكل اللي في ثانوية عامة. مع السلامة.